اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أصدر حزب الاتحاد الديمقراطي بيانا باللغة العربية بمناسبة تأسيسه، بمناسبة مرور 19 عام على تأسيس هذا الحزب. معلوم أنه تأسس في 2003 في جبال قنديل في مناطق سيطرة حزب العمال الكردستاني. هذا البيان أنا قرأته، طلعت عليه، ولفت انتباهي بعض النقاط أردت التعليق عليها. إن كان يهمكم متابعة هذه التعليقات، احملوا فناجين قهوتكم وكونوا معي لنناقش الأمر ونقلبه على أوجهه. يعني هذا تقرير إخباري عن بيان، يعني بيان صدر عن حزب الاتحاد الديمقراطي وتم تحويله إلى تقرير إخباري. شو بيقول؟ ومشددا على الأهمية بمكان تنظيم الشعب وفق مبدأ حرب الشعب الثورية. حرب الشعب الثوري، تنظيم الجماهير، تنظيم الشعب وفق حرب الشعب الثورية. صالح مسلم وآل الخرير رح يتحولون أو سيتحولان إلى ماو تشي تونغ، ويحولان المتبقي من روجافا إلى الصين الشعبية. حرب الشعب الثورية نسيانين يحطوا إنه طويلة الأمد. أنا قاري مختارات ماو تشي تونغ مطلع التسعينات، هو ما زلت أتذكر المقولات الماوية فيما يتعلق بالثورة والاختلاف ما بين الماوية واللينينية والستالينية. فيحضرون الشعب يعني على وفق مبدأ حرب الشعب الثورية، بيحفروا الخنادق، يعملوا أسقف، يعملوا اللي بدهم إياه. فيعني على ما يبدو من هذا البيان أنه المنطقة مقبلة على تصادم مع الأتراك ومع النظام السوري، ويعلنون الآن أنه خيار المقاومة سيقاومون على الجبهتين، على جبهة النظام السوري وجبهة. أنا أتذكر أنه
أنه صالح مسلم هرب، يعني كان ملاحق، وكلانا هربنا من النظام السوري. أنا هربت إلى تركيا وهو هرب إلى جبال قنديل. اثنين نحن في نفس الفترة كنا ملاحقين، والمراسلات بيننا توثق لتلك الفترة، فترة 98 عفوا 2008 2009. المهم شو بيقول التقرير؟ أصدر المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي بيانا بمناسبة يعني بالمناسبة السنوية 19 لتأسيس الحزب. وجاء في البيان يعني بيحكي البيان أنه التفاصيل، المقدمات الروتينية، الكليشات المكررة. ونجدد بهذه المناسبة عهدنا أمام الشعب بأننا سنستمر في النضال إلى أن نحقق أهدافنا التي طالما ناضلنا لأجلها. أهداف يعني حتى في يعني لازم البيان هذا يراجع، يعني حتى ما ينشر في مواقعهم ينبغي أن يخضع إلى التدقيق والمراجعة اللغوية. هو ضمان حقوق الشعب الكردي وبناء سوريا ديمقراطية. النضال هو ضمان حقوق الشعب الكردي وسوريا ديمقراطية. كل هذه التضحية كانت يعني مختصرة في ضمان حقوق الشعب الكردي. شو طبيعة هذه الحقوق؟ شو مستوى هذه الحقوق؟ ما حدا بيعرف. وسوريا ديمقراطية. لقد تأسس حزبنا استجابة لمطالب شعبنا في النضال من أجل حل القضية الكردية وضمان حقوقه المشروعة في سوريا، كما قام بتبني مبدأ الأمة الديمقراطية والذي يهدف إلى نبذ كل أنواع التعصب القومي والديني والجنسوي. الأمة الديمقراطية. طبعا هذا الكلام كذب. ليش كذب؟ لأنه تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي أتى بتوصية أو بأمر من عبد الله أوجلان في سجنه. طلب أن يحل حزب العمال الكردستاني. وهذا التنوع في الحزب يعني يتحول الحزب إلى 4 أحزاب، ويبقى حزب العمال يعني مرجعية أيديولوجية لا يتحكم في كل شيء، إنما مرجعية أيديولوجية لا يتدخل ويتحكم في التفاصيل. شيء يشبه الحزب الشيوعي السوفيتي. لا يتدخل في تفاصيل الإدارية والتقنية، ومن زعيم الحزب الشيوعي العراقي، ومن زعيم الحزب الشيوعي السوري، وحزب الشيوعي اللبناني، كل هذه التفاصيل. هنالك هامش من المبادرة فيما يتعلق بالقضايا المحلية والقضايا الوطنية. حزب العمال الكردستاني لا. حزب العمال الكردستاني يتحكم ويتدخل في أدق تفاصيل حياة صالح مسلم، يعني وتصريحاته وكلامه وكل هالقصص هي. فما في هامش من المبادرة في قياسا بهذا الخصوص. كان تأسيس الحزب وهو يذكر يعني أصلا صالح مسلم ليس من المؤسسين. صالح مسلم لم يحضر المؤتمر التأسيسي لحزب الاتحاد وانتخب غيابيا، يعني انتخب غيابيا كعضو في قيادة الحزب على ما أذكر. هو لم يحضر. اللي من ضمن اللي حضروا المؤتمر التأسيسي يعني أشخاص حاليا هم خارج الحزب، لا ينتمون إلى هذا الحزب. ويعني المكلف بتأسيس هذا الحزب كان المرحوم عثمان أوجلان، مكلف من قبل قيادة حزب العمال الكردستاني لتأسيس، وحضر المؤتمر التأسيسي وساهم في كتابة دستور والنظام الداخلي لهذا الحزب. ناصر حاج منصور كان ضمن يعني أحد الموجودين يعني في المؤتمر التأسيسي، ويقول لقد تأسس حزبنا استجابة لمطالب شعبنا في النضال. لا مطالب شعبك ولا أمر من أوجلان وأمر من قيادة قنديل استجابة إلى أوامر أوجلان تم تأسيس هذا الحزب. وأنه اتخذ من خيار الأمة الديمقراطية مبدأ الأمة الديمقراطية بهدف نبذ كل أنواع التعصب القومي، يعني على أساس أنه الأكراد
والحركة السياسية الكردية كتير متعصبة، وكتير فيها مشاكل عنصرية وفاشية وقومية وتطرف. ف يعني تم تبني مبدأ الأمة الديمقراطية لنبذ كل هذه التفاصيل، وهذا كذب. تم تبني بأمر من حزب العمال الكردستاني، مش يعني عملية تفكير وتحليل والقصص هيك. لقد قام حزبنا وخلال الأزمة السورية بوضع استراتيجية الخط الثالث، وهذا كذب. شو خط الثالث؟ أنت نسقت مع النظام السوري من اللحظات الأولى بأمر من حزب العمال الكردستاني، وأنت أصلا مش في الحسابات. يعني لا صالح مسلم ولا آلدار خليل ولا كل فرقة حسب الله مش في الحسابات هي. التنسيق تم بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري، ويعني الاتحاد الوطني وجلال طالباني كان شاهد على هذا الموضوع، وبضغط يعني رعاية النظام الإيراني. فأنتم مش في يعني حتى مش فرق عملة في هذا الخصوص، يعني بدليل يعني أنه من يسير ويحرك صالح مسلم وآلدار خليل هم كوادر كردية تركية. هذا من جهة. يعني بيحكي لي أنه استراتيجية الخط الثالث، الخط الواحد خط النظام السوري، النظام الإيراني، وحزب العمال الكردي. أنتم كنتم في هذا الخندق، وكنتم بيدق، وكنتم حجر، وكنتم يعني لشرعنة التحالف الأسود المشبوه ما بين النظام الإيراني والنظام السوري، وبينهما حزب العمال الكردستاني. شو بيقول؟ واختار أجندة يعني ولم يخدم أي أجندة خارج مصالح الشعوب. هل العلاقة مع النظام الإيراني والنظام السوري خارج مصالح الشعوب؟ يعني العمل كبندقية مأجورة لدى الأمريكيين خارج مصالح الشعوب. يعني مجنون يحكي وعاقل يسمع يعني. والمكونات السورية لذلك خارج مصالح الشعوب والمكونات في سوريا، لذلك كانت مواقفه وطنية مش صحيح، وديمقراطية مش صحيح. لا مواقف هذا الحزب، حزب الاتحاد الديمقراطي، لا مواقفه كانت وطنية بدليل تبعيته وولاءه لحزب من خارج سوريا، ولا توجهه ديمقراطي بدليل نبذ كل يعني المختلفين مع هذا الحزب. قيادات انشقت عن هذا الحزب تم تصفيتها. هذا ديمقراطي؟ يعني لو كان كمال شاهين الآن حيا يرزق يعني لبصق في وجه هذا البيان. وما زلت أذكر بيانات فوزي شنغالي التي كان ينتقد فيها حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني. وأذكر بيانات مش بس يعني الكثير من الأحزاب اللي حاليا تطبل وتزمر لحزب الاتحاد الديمقراطي، حزب الوحدة، جماعة شيخالي، وأحزاب أخرى يعني وتسير في هذا الركب. قال يعني مواقفه وطنية وديمقراطية في كل المراحل. يا للكذب، يا للكذب، أنه لم يتنازل عن مبادئه في أصعب الظروف وظل صامدا. طبعا هذا مش صحيح، تنازل عن مبادئه في أسهل الظروف يعني، وكان صامدا أمام كل المحاولات التي استهدفت وحدة مكونات المنطقة. مش صحيح، هذا الكلام تضحك فيه على السذج. لقد قام حزبنا بالدور الطليعي في تأسيس الإدارة الذاتية. هذا لا طليعي ولا لهم يحزن. هذا الموضوع جرى بين حزب العمال الكردستاني والنظام السوري، وأنتم مجرد كومبارس. يعني التأليف والسيناريو والتأليف والإخراج للاثنين، النظام السوري والنظام القنديلي. يعني شو كنت أنا مسميه؟ قاف 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 قرداحة قم قنديل. هذا النظام، هذا الثالوث القاف، قرداحة قم قنديل،
هو اللي يظبط هالموضوع. انتو يعني مش ادوار رئيسية، كمان كومبارس، انتو كومبارس يعني. لكن الابطال الحقيقيين لهذه المسرحية لهذه المهزلة هم خلف الستار. هون الاختلاف. اللي بيفهموا بالمسرح بيعرفوا انه يعني انتم كومبارس، لكن يعني منحتم ادوار رئيسية، لكن هي مش رئيسية. صحيح انتم على خشبة المسرح، لكن مش انتم الابطال الحقيقيين هالمسرحية الهزلية اللي بتسموها الإدارة الذاتية الديمقراطية. وشو كمان شو بيقولوا لي؟ تحصل المكونات. لقد قام حزبنا بالدور الطريعي في تأسيس الإدارة الذاتية لتحصل المكونات ولأول مرة منذ مئات السنين على حقها في إدارة نفسها بنفسها. هذه الإدارة التي كانت إنجازا تاريخيا عظيما، وتم مواجهة كل التحديات والمصاعب. نعم، يعني تم مواجهة كل التحديات والمصاعب في عفرين اللي صارت جزء من تركيا، في رأس العين اللي صارت جزء من تركيا، وفي منطقة الباب، وفي منطقة كوباني. كل هذه التحديات قام حزب العمال الكردستاني بالتصدي لهذه التحديات التاريخية، وواجهها، ويعني واجه كل هذه المصاعب. ونود أن نؤكد على أن هذه الجهود ستستمر إلى أن يتم بناء نظام ديمقراطي يشمل كل سوريا. يا سلام يا سلام! إن حزبنا منذ بدايته وحتى الآن كان حزبا تحرريا. ألا بيحكي بموضوع المرأة، تطوير نظام الرئاسة المشتركة، وهذا سلوك حزب العمال الكردستاني، مش من بنات أفكاركم يا حبايب. نؤكد على وتصعيد نضالنا، وكلام فاضي يعني في هالخصوص. نقفز من على الفقرة هي. إن حزبنا ومنذ بداية الأزمة وعند تعرض مناطقنا لهجمات القوى المتطرفة والإرهابية كان من الداعمين الأوائل لقوات الدفاع الذاتي، ولعب دورا أساسيا في توعية داعمين شو؟ أنتم مين يعني حتى تدعموا قوات حزب العمال الكردستاني المتواجدة هناك بناء على اتفاق مبرم ما بين الحزب والنظام السوري؟ أنتم يعني حجارة شطرنج كمان، ومش الرقعة ولا ما بعرف أنا شو صنفكم بهالخصوص. شو كمان بيقول؟ دورا أساسيا في توعية الشعب وتوجيه الدفاع عن أراضيه ووطنه. واليوم نرى أن تعزيز قوات الحماية وتنظيم دفاع ذاتي إلى آخره كله كلام فارغ، حشو لا معنى له. لقد أكدنا منذ بداية الأزمة السورية بأن الخيار العسكري لن يؤدي إلى الحلول، بل نحن بحاجة منظمة عسكرية تمتلك كل هذه القوات وتقول أن الخيار العسكري لن يجدي نفعا. لقد أكدنا منذ بداية الأزمة السورية بأن الخيار العسكري لن يؤدي إلى الحلول. طيب أنتوا ليش كنتوا عم تعسكروا وتحشدوا أسلحة وتاخذوا أسلحة من النظام ومن PKK ومن الأمريكيين ومن الجن الأزرق؟ بل نحن بحاجة إلى لغة الحوار. يا سلام، لغة الحوار! بتختطفوا جميل أبو عادل، لغة حوار. تختطفون بهزاد دورسن، لغة الحوار. تختطفون أمير حامد وتقتلونه تحت التعذيب، لغة حوار. تغتالون أبو جاندي في رأس العين، لغة حوار. ولا تحسي الشعب الكردي تقتلونه في كوباني، لغة حوار. في تلغزال تهاجمون الناس وتقتلونهم، لغة حوار. ترتكبون مجزرة شنيعة بشعة في عمودة، لغة حوار. نعم، لغة حوار. فليكن. وأن جهودنا ستستمر من أجل تحقيق حلول جذرية للقضايا العالقة في سوريا وبالطرق السلمية. يا سلميين، يا لا عنفيين، يا محترمين. طيب أنتم يعني صالح مسلم واللي صاغ هذا البيان وقيادة ومجلس
حزب الاتحاد الديمقراطي، هل يجرؤ أن يقول لحزب العمال الكردستاني أنه السلاح في تركيا، أنه الحل السلمي هو الأنجح، ولغة البنادق والسلاح ولا زمنها، والآن لغة السلم والحوار. لغة السلم والحوار والحل السلمي طالما هي مجدية مع النظام السوري، فهي مجدية أيضا مع النظام التركي. أنتم فيكم تحكوا كلمتين لحزب العمال الكردستاني وتقولوا هيك كلام لهذا الحزب المدجج بالسلاح وبنادقه في رؤوسكم؟ يعني ما مستصالح مسلم. أنت فيك تحكي هذا الكلام، هذا البيان توجهه لحزب العمال، مناشدة، نداء لحزب العمال الكردستاني أنه خلص دعوا أسلحتكم جانبا، الزمن زمن السلم، وأنتم سلميون ولا عنفيون، ومن هالقصص هي كلها. فحوى هذا البيان ينبغي أن يطبق هناك، يعني مش كيل بمكيالين. الحوار السلمي مع النظام السوري مجدي، ومع النظام التركي غير مجدي. البنادق لازم الأكراد يحملون ويستمرون في حمل البنادق. إننا كحزب كردستاني، هاي أول مرة بيستخدم هيك عبارة. طيب يستخدم العبارة الكردستاني ليش؟ ليه؟ لماذا؟ إننا كحزب كردستاني نؤمن بأن وحدة الصف الكردي هي قضية استراتيجية من أجل مواجهة الخطر الذي نواجهه كشعب، وبأن أي موقف وتعاون يخدم الأعداء يجب أن يتم مواجهته ومقاومته، لأنه خطر على قضيتنا وعلى وجودنا. لذلك ولن نتردد في اتخاذ المواقف الوطنية تجاه كل من يعمل في صف العمالة مع العدو. طبعا هذا الكلام موجه لمين؟ هذا الكلام موجه للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي. هذا الكلام موجه لكل من يتهمهم حزب العمال الكردستاني بالعمالة للعدو. حزب الاتحاد الديمقراطي لا، يعني العلاقة مع النظام الإيراني ليس علاقة مع العدو، العلاقة مع الحشد الشعبي وليس العلاقة مع النظام السوري ومقاتلين الوحدات الحماية الشعبية يرتدون الزي العسكري للنظام السوري. هي حلال، هي ما في عليها أي غبار، أي مشكلة أبدا. العلاقة مع العدو، صالح مسلم في 2012-2013 يروح يجالس المخابرات التركية ويعمل علاقة. شو له علاقة؟ يعني المفاوضات مع حزب العمال الكردستاني ومع النظام أنت شو لك علاقة تقبل تروح تعمل زيارات سرية من تحت الطاولة للنظام؟ هي ما اسمها علاقة مع العدو. هذا الكلام موجه أنه لغة التخوين سيكون هنالك تصعيد فيما يتعلق بزيادة جرعة الهجوم على الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي، والبيان واضح. طيب أتمنى أن أكون مخطئا في هذا الخصوص، ونعاهد شعبنا بأننا سنبذل كل الجهود من أجل الوحدة. واضح من البيان، ولن نبقى صامتين اتجاه أي حزب أو قوة سياسية تعمل ضد مصالح الشعب الكردي. لك يا أفاناتشني يعني هذا المستوى من الكذب والدجل، يعني الأعور الدجال يرقى إلى، يعني سينتحر. الأعور الدجال إذا قرأ أو سمع بهكذا حزب سينتحر. يعني ولن نبقى صامتين هي تجاه أي حزب أو قوة سياسية تعمل ضد مصالح الشعب الكردي في أي جزء كان. هذا الحزب يجرؤ أن يحكي هيك كلام في وجه حزب العمال الكردستاني؟ طبعا هو معروف لمين بيوجه كلامه،
وهذا مش كلام حزب الاتحاد الديمقراطي، هذا كلام حزب العمال الكردستاني. طبعا من صاغ هذا البيان وتبناه يعني يعلن ويفصح عن نفسه بأنه مجرد مرتزقة لدى حزب العمال الكردستاني. حزب العمال الكردستاني يستخدمهم في المكان اللي بده إياه، في الزمان اللي بده إياه، مع الجهة التي بده إياها، مع النظام الإيراني، مع النظام السوري، مع بكرة إذا صار في تفاهم وصلح أو أي شكل من أشكال الحلول، راح حزب العمال الكردستاني راح يرمي صالح مسلم وآل دار خليل رمية سوداء، يرميهم لأنه خلاص انتهى. مش بس هيك، لا مش ممكن ما يرميهم، يعني يضعهم كمان في خدمة المصالح التركية، كمان يضعهم في خدمة المصالح التركية. إننا اليوم نعيش حالة حرب وهناك تهديدات مباشرة تستهدفنا. شو هي التهديدات المباشرة يا حبيبي؟ التهديدات والتقارب التركي السوري، وربما نشهد اتفاقية أضانا 2، وربما صالح مسلم يرجع مرة ثانية لقارة لكامب لمعسكر بيدا، وكل هدلون الفرقة حسب الله الآبوتشية اللي موجودين في روجافا يرجعوا كلياتهم لخنادقهم السابقة في مناطق قنديل وزاب وقارة وكل هالمناطق هاي، سالمين آمنين غانمين. يعني شوفوا التعبير، إن اليوم نعيش حالة حرب، يعني يبرر لنفسه، يشرع أنه في حالة الحرب ممكن نسوي كل شيء. نعيش حالة حرب وهنالك تهديدات تستهدفنا مباشرة، تستهدفنا، لذلك على شعبنا أن يعلم بأننا معه ونقاسمه كل المصاعب. نعم، كما قمنا بتجاوز أحلك الظروف معا سنتمكن معا من اجتياز هذه المرحلة أيضا، ونجدد عهدنا بأننا سنعمل من أجل أن نكون عند حسن الظن الشعب كتير ولائقين بتضحياته، وإننا على ثقة تامة بأن قواتنا الذاتية كافية لتحقيق النصر. نعم، كانت كافية لتحقيق النصر في عفرين ورأس العين ومناطق أخرى. لذا علينا المضي بعزم وإصرار كبيرين. مرة أخرى نهنئكم بمناسبة الذكرى 19 لتأسيس حزبكم، مش حزب الناس، حزب الاتحاد الديمقراطي، ونتمنى لكم الحرية والأمان والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هاي من عندي الجملة الأخيرة، لأنه هذا البيان بيان ينضح بالكثير من الكذب ومن التناقضات ومن التهديدات، منها ما هو إقليمي ومنها ما هو داخلي. هذا البيان مصاغ بهالحبر، يعني حبر الكراهية والفاشية الحزبية والتهديدات، ويعني وفق منطق علي وعلى أعدائي. طبعا مين أعدائه؟ مين يعني يعتبر كل من ينتقده عدوا له، عليه وعلى أعدائه، وهن المناهضين لهذا التوجه المتهور الأرعن، وهذا الاستسلام العاري والأسود والبشع اللي يعني منذ 10 سنوات هؤلاء يتصرفون ويتحكمون بمصير الشعب الكردي في سوريا، ويهددون مش بس الآن روجافا والشمال السوري والمناطق الكردية السورية، إنما يهددون أيضا كردستان العراق. يعني يوجد نسخ من هؤلاء، من صالح مسلم وآل دار خليل وهالباهوس أردال، هنالك نسخ منهم في كرد العراق أيضا مع الأسف الشديد. هنالك نسخ من هؤلاء في إيران أيضا ضمن كرد إيران. حزب العمال الكردستاني يعني نجح في تشويه الكثير من العقول والأنفس وتوريطها في سياسات
وممارسات ومخططات قذرة ومشبوهة. حتى طبعا هنالك وقفة أخرى، لأنه هذا البيان وهالصياغات جرى يعني نشرها في سياق حوار مع صالح مسلم، ربما ستكون يعني ربما ستكون لي وقفة أخرى مع ما نشر في هذا الخصوص. هذه الذكرى العظيمة، ذكرى تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي بيد حزب العمال الكردستاني وأمر من هذا الحزب. لحين كونوا بخير.